اللي ورايا دي اكبر معصرة عسل في العالم، بتنتج 100 كيلو عسل في اليوم. 600 خلية في ربع ساعة يعني. موجودة في جنوب السعودية في محافظة اسمها رجال ألمع، مكان اسمه كوخ العسل. كل التصاميم اللي هتشوفوها في المكان ده من تصميم عيلة واحدة، هي العيلة نحالين، والراجل قرر ان هو يعمل المكان ده عشان يبقى مكان سياحي جوه بيته، لدرجة انك وانت داخل بيقول لك المكان ده مكان عيلة فما تعملش صوت جامد. في جزء خارجي عند المعصرة بتصاميم وديكورات جميلة، وعشان تبقى جوه الكوخ لازم تدخل البيت نفسه. واو. بعد كده اول ما بتدخل يعمل لك تجربة لكل انواع العسل الموجودة، تحسك رحت يونيفرسال ستوديوز مثلا. في ناس هناك بتجرب العسل، هنا في انواع العسل، وهناك بيوريك كل الخطوات اللي بيمر بيها العسل لحد ما يبقى منتج نهائي. بيعلمك عن 53 نوع عسل وفوائده. كل نوع عسل وفوائده. انت بتاخد بطلب المساعدة من المراقبين الصحيين الثالث and taste the honey through his companions and health monitors regarding children. سيداتنا الكرام، من أجل صحتك وسلامة الجميع. ايه ده العسل طعمه مختلف قوي عن اللي انا اعرفه. ودلوقتي عرفت معلومة ان السدر الابيض ده اندر عسل في العالم، موجود هنا وكمياته محدودة جدا، وشكله حتى لونه غريب، لونه ابيض عامل زي الشمع كده. تقدر كمان تجرب كل نوع. لو عايز تشوف محتوى اكتر عن العالم اعمل فولو.